تكون قاعد تتمشى في قريتك وفجأة تشوف جارك من بعيد تسلم عليه وفجأة يطيح على الأرض، تناديه تهزه تصب عليه موية ولا كأنه يسمعك، وتكتشف بعدها أنه مو مغمى عليه ولا هو مريض بس داخل في نوم عميق بدون أي سابق إنذار. وبعدها بكم ساعة يبدو يطيح سكان القرية واحد ورا الثاني لين يجيك الدور أنت يا عزيز المتابع، تبدأ تحس بدوخة غريبة كأنك داخل حلم ثقيل ما له نهاية، وتطيح على الأرض أنت كمان وتنخمد نوم بالأيام والأسابيع ما حد داري عنك. هذه الأحداث اللي صارت لسكان هذه القرية، وكانت بداية الشيء اللي سموه بعدين لعنة النوم. فقبل لا نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي وتضغطوا زر اللايك وتشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين. بسم الله نبدأ. في سنة 2013 قرية صغيرة في شمال كازاخستان اسمها كاليتشي، عدد سكانها لا يتجاوز 700 شخص، ولكن فجأة 700 هذول نصهم بدأ يطيح ويدخل في نوم عميق وغريب جدا وبدون أي سابق إنذار. تلقى الواحد واقف بصحته وأموره تمام وقاعد يتكلم معك طبيعي، إلين فجأة يبدأ يتناعس ويتمايل ورجله ما تقدر تشيله ويطيح على الأرض وينام. مو النوم طبيعي اللي احنا نعرفه، لا، ينام يوم يومين ثلاثة وممكن حتى يقفل أسبوع كامل وهو نايم، وبعد ما يصحوا من النوم العميق هذا ما يعرفوا كيف ناموا وما يدركوا أي شيء حوله. يا جماعة الخير، انتم متخيلين أسبوع كامل نوم؟ هذا سوى سكيب الأيام في الحياة. إيش الجلتش القوي ذا اللي عندهم؟ يعني أنا ماني عارف كيف كانوا يقضوا حاجتهم أكرمكم الله، ولا يسووا على نفسهم وهم نايمين، ولا إيش الهرجة يعني. بعدين كيف أسبوع كامل بدون أكل؟ أسبوع أنا أنام ساعتين أصحى رايح للمطبخ جيعان أدور شيء أكله. المهم إن الغريب في الموضوع لما يصحوا الكل يقول نفس الكلام، اللي يقول كنت أشوف ضوء أبيض قوي وناس تناديني من بعيد وإنهم في مكان ما هم عارفين وين بالضبط، وواحد قال كنت أسمع صوت موية تمشي من تحتي. الظاهر يا عزيزي المتابع الموية هذه هي البيبي. المهم إنها كمان في طفل قال إنها شاف خيول بأجنحتها تطير وثعابين تمشي على جدران الغرفة. ترى حتى الحيوانات ما سلمت من اللعنة هذه، صار لها نفس الشيء. في قطة وكلب عزكم الله في بيت أحد الأهالي ناموا وما قاموا إلا بعد يومين. أنتم متخيلين يا جماعة الخير إنه أهل البيت لما يقوموا يطمنوا على بعض إذا في أحد لسه نايم ولا لا؟ أخوك صحي وأختك صحيت، محمد لسه نايم، يلا حصل خير الأسبوع الجاي إن شاء الله. ويروحوا ويطمنوا على جيرانهم يسألوهم إن شاء الله كلكم صحيتوا، وإحنا لسه عندنا محمد إن شاء الله الأسبوع الجاي يصحى. فيعني حرفيا شيء كانوا الأهالي شايلين همه. المهم إن الأطباء جربوا كل شيء من فحوصات إلى تحاليل وأجهزة ولا طلع لهم أي شيء غريب. الحرارة طبيعية، الضغط طبيعي، لا في فيروس ولا في أي مرض معدي. ولكن الشيء الغريب اللي لفت انتباههم هو عيونهم. كل اللي نايمين كانت عيونهم تتحرك تحت الجفن بسرعة كأنهم يحلموا حلم طويل ومتعب وصعب. أكيد حلم طويل، أسبوع كامل نايم، إيش تتوقع يعني؟ جبت شيء جديد؟ وتمر الأيام واللي نايم يصحى واللي ما صحي لساته نايم، وما في أحد يقدر يتنبأ متى يجي الدور عليه. ممكن فجأة ويتكلم معكم يطيح ينخمد ينام، والله أعلم متى يصحى. فصاروا الأهالي يسموها لعنة النوم، وكل بيت في القرية صار عنده قصة، وكل مرة يحاولوا يفسروا اللي يصير يخرج تفسير أغرب من اللي قبله. بعضهم قال أكيد في لعنة قديمة رجعت، وفي اللي قال في شيء تحت الأرض يصحى في الليل لما نكون نايمين، وما حد كان يتوقع أن اللي تحت الأرض فعلا هو اللي بيكشف حقيقة الموضوع. وبعد كم أسبوع من بداية الكارثة القرية صارت كأنها فيلم رعب بميزانية مفتوحة، ما تسمع إلا صوت الرياح، والناس صارت ما تحب تطلع، خايفة لو طلعت برا تنام بالأيام برا ما حد داري عنها. فصارت الناس كلها خايفة وكل واحد يطالع في الثاني ويقول له الدور الجاي عليك. ومن كثر ما الناس خافوا صار كل واحد عنده تفسير، وكل تفسير أغرب من الثاني. في اللي تفلسف وقال إن القرية فوق مقبرة قديمة وأرواحها رجعت تنتقم، وفي اللي قال والله إني شفت نور غريب في الليل فوق الجبال وأكيد هذه كائنات فضائية جاية تختبر فينا. بالله عليك. ولكن هذه كلها إشاعات بسبب الخوف، ومو بس الأهالي اللي خافوا، حتى الحكومة خافت وتدخلت. أرسلوا أطباء وعلماء وفرق طبية وحتى ناس من الجيش، كلهم جايين وشايلين أجهزة يقيسوا بها الهواء والموية والتربة. ولكن اللي طلع معاهم زاد الحيرة أكثر من التفسير. قالوا ما في إشعاع، ما في فيروس، ما في تلوث ظاهر، بس في شيء واحد وضح لهم، إن اللي ناموا كانوا دائما يناموا في مناطق معينة في القرية، وفي أشخاص عشان ما وصلوا للمناطق المعينة هذه ما ناموا أبدا، ما جتهم حالة النوم الغريبة هذه. ومن بعدها الناس ما عاد تفرق بين الواقع وبين الخيال، صاروا يربطوا كل نومه بقصة. اللي يروح يزور المقبرة وينام هناك يقولوا هذا اعتدت عليه أرواح شريرة، واللي ينام في المدرسة يقولوا هذا العلم رافضه. فطلعت تفسيرات كيسية ما لها نهاية. وفي يوم من الأيام قرر عالم من العلماء إنه يزور القرية بنفسه ويشوف بعينه إيش صاير ويقيس كل شيء بنفسه،
وأول ما نزلت رجله القرية عرف إن الغموض مو بس في النوم، الغموض في الهواء اللي قاعدين يتنفسوه. حس إن الهواء ثقيل وبالقوة ياخذ أكسجين، بحكم إنها جاي من برا راح يلاحظ هذا الشيء أكثر من الأشخاص اللي قاعدين جوا. ووصف هذا الشعور بإنه كأنك قاعد تتنفس تحت مخدة أو تحت بطانية. بدأ العالم هذا هو وفريقه يفحصوا كل شيء، الهواء، الموية، التربة، الأكل، حتى جدران البيوت فحصها. جابوا أجهزة دقيقة تكشف أي إشعاع، أي غاز، أي مواد سامة، بس النتيجة كل شيء كان طبيعي إلا حاجة واحدة، الهواء كان ناقص فيه الأكسجين وزايد فيه غاز أول أكسيد الكربون، وهذا غاز ما له لون ولا له ريحة ويقدر يقتلك وانت نايم بدون ما تحس. الله، الحين بدأت القطع تتجمع لنا وبدأت الصورة توضح. العلماء اكتشفوا ان القرية مبنية فوق منجم يورانيوم مهجور من ايام الاتحاد السوفيتي. المنجم هذا كان يستخدموا فيه مواد خطيرة وسامة، وبعد ما تقفل بدأت الغازات تتسرب وتطلع لسطح الارض بشويش وتمشي مع الرياح وتدخل البيوت، واللي يتنفس الغاز هذا يدخل في سبات عميق. فاللي صار حسب كلام العلماء ان الهواء في القرية نقص فيه الاكسجين وارتفعت نسبة غاز أول أكسيد الكربون، وهذا الغاز يلقب بالغاز الخداع. ليش يلقب بالغاز الخداع؟ لأنه يخلي الجسم يحس بنفسه أنه يتنفس طبيعي، لكنه فعليا قاعد يخنقك ويقتلك بشويش وانت مانك حاسس. ولما نسبة غاز أول أكسيد الكربون ما تكون عالية أو قاتلة، الجسم ما يموت، لكن كل شيء فيه يهدى، دقات القلب تصير بطيئة والتنفس يصير خفيف. عشان كذا العالم حس بصعوبة في التنفس ووصفه بأنه كأنك قاعد تتنفس من تحت بطانية. عموما في هذه الحالة العقل يدخل في وضع توفير الطاقة، كأنه جهاز دخل في وضع السكون. الجسم ما يجوع، ما يعطش، ما يحتاج أنه يقضي حاجته، وكمان ما يحس بالوقت، ينتظر بس الأكسجين يرجع عشان يصحى من جديد. بمعنى آخر ناموا عشان يبقوا أحياء. سبحان الله، وانا اكتب عن القرية هذه جاء في بالي قصة أصحاب الكهف. هم كمان ناموا سنين طويلة، قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طبعا احنا ميقنين ان نومهم كان معجزة من رب العالمين سبحانه وتعالى، مو بسبب هواء ولا بسبب غاز، لأن سبب نومهم مذكور في القرآن. قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وأيضا قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وهذا دليل بأنهم كان بتخطيط معجزة إلهية، بس يخليك تتأمل كيف أن الله قادر أنه يدخل الإنسان في سبات تام بدون ما يموت. سبحان الله. عموما رغم أن التفسير منطقي إلا أنه مو الكل اقتنع بالسبب هذا، لأن في ناس جتهم نفس حالة النوم هذه وكانوا بعيدين عن المنجم هذا، في ناس جتهم نفس الحالة بعد ما تركوا القرية بشهور. حتى بعض التحاليل الطبية طلعت نظيفة تماما، خالية تماما من غاز أول أكسيد الكربون. وبينما العلماء يحاولوا يفسروا، الحكومة بدأت تنقل السكان ونقلوا أكثر من 60 عائلة تقريبا، وسنة بعد سنة القرية بدأت تفضى. إلين سنة 2018 كانت قرية كاليتشي شبه مهجورة تماما، اختفوا سكانها واختفت معهم الحكايات. لكن الغريب إلى الآن ما حد أعلن أن القضية انتهت رسميا، بس كل اللي نعرفه اليوم أن القرية النائمة صارت مجرد أثر على الخريطة، مكان صغير في كازاخستان يتذكرها العالم على أنها مجرد قرية مصابة بلعنة النوم. هذا وين أصبت فمن الله، وين أخطأت فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عارف أنك شفت الخاتم وعلى طول جيت راح تطلع، لا بس دامك وصلت لين هنا اضغط زر اللايك واشترك في القناة إذا ما كنت مشترك، وشوفوا المقاطع الأخيرة. دمتم في رعاية الله.